شخصيا أوجه ندائي إلى الصحراويين: عليكم أن تنظموا ميليشيات مسلحة والقيام بعملية تصفية الجواسيس والعملاء والأعيان الذين يبايعون العلوي. إما أن تسيروا على هذا الطريق من أجل استقلالكم، وهذا حقكم لأن الأرض للشعب الذي يسكنها، وإما أن تبنوا معنا جمهورية مغربية. أما أن يظل الصحراويون تحت الحكم العلوي فهذه أكبر الكبائر. يعني أنا لا أريد أن أجرح طرف دون طرف، ولا يحق لي أن أحسم في الأمر، ولكن أوجه نداء بسيط لمواطن بسيط، مواطن غيور، مواطن استيقظ. لأن أنا أقول لكم في الحقيقة لما كنت طفل، عندما يريد أباؤنا إدخالنا إلى المنزل يقولون لنا في المساء: تعالوا ادخلوا، لأن ليست لدينا كهرباء ولا يعني في القرى. يقول: تعالوا البوليزاريو قد دخل. كنا نسأل: من هو البوليزاريو؟ يقولون: البوليزاريو يأكل البشر. تصوروا معي في المغرب أنهم كانوا يخدعون الأبرياء بقول البوليزاريو يأكلون البشر. والبوليزاريو كلمة سبنيولية، والبوليزاريو شعب صحراوي يريد تحرير الصحراء الغربية. وعلى ذكر كلمة الصحراء الغربية، يحاكم كل مغربي قال أو سمى الصحراء الغربية ب5 سنوات سجنا. يجب عليه أن يقول الصحراء مغربية. ولكن الدكتاتورية العلوية في مقرراتها في مجلس الأمن وفي تقاريرها لمجلس الأمن والأمم المتحدة تكتب الصحراء الغربية. لا يكتبون الصحراء المغربية، يكتبون الصحراء الغربية، النزاع حول الصحراء الغربية. ولكن المغاربة يحاكمون بكلمة استعمالهم الصحراء المغربية. وعلي أنزولاي راه الملف ديالو في المحكمة مؤخرا لأنه استعمل الصحراء الغربية. علي مرابط المناضل 3 سنوات سجنا نافذة لأنه استعمل مصطلح الصحراء الغربية. يعني أنا الذي أريد أن أركز عليه، وعفوا لأنني أنتقل من موضوع لموضوع لأن الوقت لا يسمح بذلك، أطلب من الصحراويين أن يستيقظوا، أطلب من الصحراويين أن يناضلوا، أن يخرجوا إلى الشوارع، أن يواجهوا العملاء. أولا التصفية فيما بينكم، تصفية العملاء والجواسيس والخونة المستفيدون. لا يوجد صحراوي على أرض الصحراء غني إذا لم يكن عميلا من عملاء الدكتاتورية العالمية.